تعال اقول لك ازاي تعمل قطايف بالمكسرات وقطايف بالكريمه بمكونين اتنين بس في دقيقه واحده. في البدايه هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. في وعاء فاضي هنزل بكوبايه من الدقيق العادي عليها كوبايه من الميه، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر وتوت فانيليا، وامكس المكونات كلها مع بعضها وبعدين اصفيها من اي تكتلات. معلقه صغيره من الخميره الفوريه وامكس المكونات تاني من جديد وانزلها تاني في الوعاء علشان ده اللي هصب بيه على الطاسه، واغطيها واسيبها لمده 5 دقايق تتفاعل مع الخميره. ونبدا في تحضير الشربات. كوبايه سكر على كوبايه من الميه، توت فانيليا ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز. نمكس المكونات ونرفعهم على نار متوسطه. نستمر في التقليب على النار لحد ما ياخدوا غلوه، بعدين انزل بعصره ليمونه واسيبها لمده 5 دقايق وبعدين ارفعها من على النار. طاسه على نار متوسطه هديها دهنه زيت واصب عليها القطايف واسيبها لحد ما يظهر فيها الفقاعات. وده الشكل اللي احنا محتاجينه عشان يكون السوا مظبوط. هرفعها من على النار واكمل الكميه. وده كده الشكل الختامي للقطايف قبل ما تنزل في الزيت. اللون الذهبي الجميل جدا والعجينه هشه وطريه. هبدا دلوقتي احشي جزء منها في المكسرات واسيب جزء عشان احشيه بالكريمه. على نار متوسطه هنزل بطاسه فيها كميه مناسبه من الزيت وانزل عليها بالقطايف بتاعتنا كلها، اللي محشيه واللي مش محشيه. دقيقه واحده على الجنبين واطلع واحط في الشربات بتاعنا. وهنبدا دلوقتي في تحضير الكريمه. كوبايتين كبار من اللبن، عليهم ربع كيلو من الكريم شانتيه، معلقتين كبار من القشطه هينقلوا الطعم في حته 5، كوبايه سكر، واضرب المكونات كلها مع بعضها لحد ما يبقى بالشكل ده. الكريمه كانت خفيفه شويه، كانت محتاجه تتحط في التلاجة، ولكن اختصارا لوقت الفيديو بدات احشي. وده كده الشكل الختامي للقطايف بتاعتنا بعد ما زيناها بالفستق. في النهايه لو عجبك الفيديو او ما عجبكش اضغط لايك واعمل فولو وشير. ربنا يوفقنا لكل خير والسلام عليكم.